عسلامة، مرحبا بكم في جنة كوزين. اليوم رجعت لكم فيديو جديدة وفيديو مش اي فيديو ومش كيما الفيديوهات السابقة، فيديو شعبي بماكلة بنينة وشعبية معروفة عنا في تونس، اللبلابي بالهرقمة. اي سورتو للناس اللي تعيش في اوروبا ديما نتوحشوا انه ناكلوا ماكلتنا البنينة والشعبية. ما نطولش عليكم، نمشيو للمقادير ونجيو توا للمقادير متاعنا. هوني استعملت نص ساق متاع بقري، جوست بورسيون متاع 2 بيرسون. هوني شريتها راني من عند المغربي مش من عند التركي كما قاعدين تشوفوا، كيما الساق متاع تونس مشوشته. غسلتها مليح مليح بالكدا ونزيدو توا معاها الحمص بيان سور حسب الرغبه، مش حسب الرغبه، كل واحد قداش يحب ياكل حمص. هوني خذيت كوكوط حطيت فيها الحمص والساق متاع البقري ومرقت بالماء سخون ديجا غليته قبل، ونرمي شويه ملح باش ما يطيبش في المساس، ونسكر عليه الكوكوط، ما نحط لا بيكربونات لا حتى شيء. حليت الكوكوط بعد 45 دقيقه، نلقى ما شاء الله اللحم طاب والحمص كيف كيف. بون سامحوني هوني الباخ رجع على الكاميرا. توا باش نخرج اللحم ونقصه بالمقص ولا بالسكينه. وهوني عصرت 3 سنينات ثوم خشن شويه. نحبها تبدا بالثوم باش على البرد وحتى واحد مستبرد زاده بيهيتلو. وباش نزيد مغرفه متاع قهوه كمون، ونخلط كل شيء مع بعضه. ومن بعد باش نزيدو الهريسه العربي. وهوني زدت مغرفة متاع ماكلة هريسة عربي، كيف ما تعرفوا الهريسة العربي ديجا زادة مفوحة وفيها الثوم. ما شاء الله الريحة بدات تعطي ما نحكي لكمش على البنة. هذا المرق اللي تحصلت عليه زدت شوية ملح، ذقت قبل على الملح وزدت انتم الملح كيما العادة، كل واحد واختياري قدش يحب. وهذه الصحيفة متاعنا زدت حطيت عليها الهريسة العربي وعملت لها كعب عظم مروبة كما قاعدين تشوفوا. زدت عليها شويه زيت زيتونه من فوق، وتوا هاني باش نخلطها قدامكم. ما نحكي لكمش ما شاء الله والله العظيم عندي توا 11 عام في اوروبا ما كليتش هرقمه، حسيلو نحيت شهوه سنين والله، جيت ما شاء الله ابان من متاع الشارع. جربوها وقدرة ربي ما كومش باش تندموا. وتوا جينا نهايه الفيديو، ونقول لكم بسلامه وفي امان الله، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جديده.